صباح الخير، وحشتوني. النهاردة هاخدكم في روتيني 5:30 الصبح قبل الجامعة. أول حاجة عملتها إن أنا قمت رتبت السرير، ودلوقتي هجورنال. أنا بستخدم الجورنال ده من قرطاس، ممكن تستخدموا أي جورنال عندكم. بحب أكتب 3 حاجات أنا ممتنة ليها، و3 حاجات هيخلوا اليوم كويس، وتوكيد أكتبه أو جملة إيجابية أقولها لنفسي. فخلينا أقول إن أنا ممتنة للنوم، عشان كان بقالي كذا يوم ما نمتش اكتر من 6 ساعات. النهارده نمت 6 ساعات ونص كويس. انا عطشانه دلوقتي قوي برضو، فهقول ان انا ممتنه للميه، وممتنه قوي للايس كوفي اللي انا هشربها كمان شويه، معرفش امتى بس انا مستنياها. دي الفكرة في الامتنان، ان انتوا حرفيا ممكن تكتبوا ابسط الحاجات، مش لازم تكتبوا حاجات فظيعة يعني. بعد كده هسأل نفسي ايه اللي هيخلي النهاردة يوم حلو. حاسة ان اللي هيخلي اليوم حلو ان انا انزل الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي. انا عارفة ان انا بقالي كتير جدا مصورتلكوش، وحاسة ان انا زنقت نفسي شوية عشان هصور وهأدت وهنزله النهاردة. بس لو عملت كده هبقى مبسوطة اوي ان انا رجعت، فكده هبقى قادرة انزل حوالي اعتقد 3 فيديوهات الشهر ده، فهيبقى احسن. حاسه كمان ان انا لو لبست اوتفيت حلو قوي النهارده هبقى مبسوطه جدا. كمان النهارده معزومه على مطعم، مع اني مظبطه اكلي اليومين دول، بس حاسه ان انا لو عرفت اظبط اكلي في نفس الاطار اللي انا هاكل فيه في المطعم، فهبقى مبسوطه قوي من غير ما انا اوفر ايت، وفي نفس الوقت ما احرمش نفسي من حاجه. فهكتب ده برضه. واخر حاجه هكتبها اللي هي daily affirmation. الأيام اللي ببقى مش عارفة أكتب فيها ايه بحب أكتب I'm so lucky and everything works out for me. يعني أنا محظوظة وكل حاجة بتحصل كويس عشاني. ف يلا نكتب ده. عارفة ان هي مش حاجة سهلة قوي ان انا اكون مصدقاها، في اوقات كتير قوي مش ببقى عارفة اصدقها، وببقى مثلا بكتب اي حاجة وخلاص. بس فكرة ان انتوا تكتبوا الكلام الايجابي ده بدل ما تقعدوا تكتبوا كلام سلبي او تقولوا لنفسكم كلام سلبي ايا كان هو ايه، زي ان انتوا فاشلين، زي ان انتوا حظكم مش حلو، زي ان انتوا مش عارفين تعملوا ايه في حياتكم، ده بيأكد المعلومات دي في دماغكم وبيخليكم فعلا مش عارفين تعملوا حاجة وفاشلين ومش محظوظين الخ الخ. لكن لما تحاولوا تتكلموا كلام ايجابي او تكتبوا كلام ايجابي حتى لو انتوا مش مقتنعين بيه، شوية 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 دماغكم او عقلكم الباطن هيقتنع بيه، وهتبتدوا تجذبوا لنفسكم حاجات احسن. وخليني اكون صريحة معاكم، انا بقالي فترة شوية مش عارفة اقتنع قوي بالكلام اللي انا بكتبه، عشان الفترة اللي فاتت حصلت لي حاجات كتير وما كانتش احسن حاجة. بس فكرة ان انتوا دايما تبقوا مؤمنين ان ربنا فعلا ما بيعملش حاجة وحشة، دي بجد حاجة كبيرة قوي، وهتفرق جدا في الطريقة اللي بتشوفوا بيها حياتكم كل يوم. كده انا خلصت. الموضوع حرفيا مش بياخد مني 5 دقايق بالظبط، 6 دقايق عشان كمان انا بتكلم وانا بعمله. وده شكل الصفحة بعد خلصت. دلوقتي هروح اعمل سكين كير روتين بتاعي واغسل وشي وكل الحاجات دي. بعد ما غسلت وشي وغسلت اسناني بسمع الافرميشنز دي بتاعت The Wizard List، باخدها كنوع من انواع المديتيشن كده، ان انا ببقى رايقة وبحاول اتنفس واقول واسمع كل الكلام اللي هي بتقوله. نفس الوقت اللي انا بعمل فيه كده بعمل الفيس يوجا ده، عشان وشي يا جماعة بجد بصوا ببقى حاسة ان هو منفوخ قوي اول ما بصحى، فبحس ان هو ده بيساعد ان انا يخلي وشي شكله كده. ف هعمل ده، بس الاول هرطب وشي بشام. ممكن تستخدموا بقى اي مرطب او سيرم انتوا بتحبوه، اي حاجة. الفكرة بس ان انتوا متعملوش على وشكوا هو ناشف، عشان تبقى حركة ايديكوا على وشكوا اسهل. I achieve it. انا كده خلصت الفيس يوجا. بجد بحب قوي احساس وشي بعد ما اخلص، بحس ان كل حاجة رجعت مكانها في وشي. دلوقتي بقى هرطب شفايفي، برضو بستخدم الليب بالم دي بتاعت شان، بجد الوحيدة اللي فعلا نفعت معايا، عشان انا
في الشتاء كل حاجة فيا بتبقى ناشفة. وبعدين بحط سيرم الرموش ده من رو افريكان. انا شايفة منه نتيجة بس مش النتيجة اللي انا كنت متوقعاها. بتاع الحواجب وبتاع الشعر فظيع واحلى بكتير، ولقيت منهم فعلا نتيجة ملحوظة قوي. معرفش بقى عشان انا رموشي تقريبا مش موجودة، بس يا جماعة يعني overall لا، هو انا رموشي اتطولت شوية عن الاول، بس برضو مش حاسة ان هي باينة قوي زي ما كنت متخيلة. فمعرفش بصراحة العيب في مين يعني. بس السيرم بتاع الحواجب خليني اوريكم شكله. بجد استخدمته فعلا فرق جدا مع حواجبي لدرجة ان انا خلاص مبقتش عايزة استخدمه عشان مش عايزة حواجبي تبقى اكتر من كده. احسن حاجة فيه ان الزيوت اللي فيه خفيفة قوي، وغير ان هو ينفع عادي لاي عين حتى لو سنسيتيف. فهو كده انا عيني مش سنسيتيف قوي، بس انا ببقى خايفة يحصل اي حاجة بعد الشر في عيني عشان الزيوت او اكياس دهنية او اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي للناس اللي بتستخدم سيرم رموش. فده انا بحسه امن قوي، حتى احساسه مش احساس زيت خالص، انا بحسه شبه المية كده. الساعة دلوقتي 6:15 وانتوا شايفين كمية الحاجات اللي احنا خلصناها، بلس ان انا بصور. فبجد ده تحفة. لو انتوا معندكوش مورنينج روتين وبتحججوا بالوقت، اصحوا حرفيا نص ساعة بدري هتعملوا كل الحاجات دي عادي. انا اصلا كليتي النهاردة المفروض ابقى هناك على 10:10:30، فلسه قدامي 4 ساعات، وانا بوصل في ساعة وبجهز في ساعة. فمفروض ان انا اقوم اجهز من 8. لسه فاضل ساعة ونص، فاضل 10 دقايق على الساعة ونص دي. فهشرب مية. في ناس بتحب تشرب مية أول ما تصحى من النوم على طول، بس أنا بصراحة بقرف عشان ببقى لسه مغسلتش بقي، فبحس إن أنا مش عايزة أدخل أي حاجة بقي غير لما أغسل سناني الأول. معرفش هل ده ينطبق على المية برضو، مش عارفة. بس أنا ما بحسش إن أنا مرتاحة، فبخلي المية آخر خطوة في الروتين أو الخطوة اللي قبل الأخيرة، عشان بعد المية بقوم بعمل شوية استرتشات لظهري والكتفي، عشان لازم اعملهم عشان اعرف اعيش. بالذات ان انا امبارح كان عندي جلسة علاج طبيعي ما خدتهاش، فلازم اعمل استرتشات النهارده. بعد ما اعمل الاسترتشات هقوم اشتغل شوية، سيشن واحدة بس نص ساعة او ساعة الا، وانا شغالة على اللوحة عشان انا بجد متأخرة فيها قوي. هل انا عايزة اعمل اي حاجة من الحاجات دي؟ لا، بس انا مزنوقة. فهشوفكوا كمان ساعة ونص. دي الاوتفيت اللي انا ناوية البسها. هلبس البنطلون البني ده عليه البلوفر البني ده، وبعدين البلوفر ده عشان بجد جو ساقعة، واحتمال كمان البس جاكيت فوقيهم، والطرحة دي اللي انا باني عليها الاوتفيت كله. هجهز بعد 1 2 3. هلو، انا جهزت جماعة الاوتفيت، بجد تحفة. حاسة ان هي طلعت زي ما انا عايزة بالظبط، بس لسه مش عارفة هلبس جاكيت ولا شال ولا ايه، عشان خايفة الجو يبقى برد برا وانا هقعد لحد بالليل. ف خليني افكر في ده بعدين، بس هحط الاول الميك اب. ارجع الطرحة شوية وهرطب وشي. جماعة بجد بصوا الجلو اللي سابه على بشرتي، تحفة. دلوقتي بقى هندخل على خطوات الميك اب نفسه. انا مش هحط كونسيلر ولا فاونديشن خالص، عشان مش بحب احساسهم على وشي. ساعات بحط كونسيلر بس حاسه ان انا مش عايزه احطه النهارده، فهكتفي بالبلاشر. هستخدم الباليت دي وهستخدم اللون البني ده. انا بحب احط فوق هنا في الحته دي لفوق، نفس الكلام الناحيه التانية، وبحط على مناخيري هنا وتحت. بيبقى فيه باقي شوية في الفرشة، بحب احط كده فوق عيني، ادمج البلاشر مع الجفن اللي فوق عيني، وحتة بسيطة هنا. باليت الايشادو دي، ودي اول مرة هستخدمها، انا لسه جايباها من يومين.
جبتها لنفسي هدية، هي والماسكارا دي في الفالنتاين. انا اوريدي جربتها وهي بجد حلوه قوي، واحلى حاجه فيهم ان دي اقل من 200 جنيه ودي كمان اقل من 200 جنيه. لو انتوا عايزينهم هحطها لكم في الديسكريبشن بوكس، ممكن تطلبوهم، وكمان هحط لكم الاكواد بتاعه نوم بتاعتي عشان يديكوا خصم. انتوا عارفين هتجيبوا الاثنين باقل من 400 جنيه بكتير، فتحفه. هستخدم الاول لون الترانزيشن ده وهحطه هنا. ايه ده كتير قوي يا جماعه، هي بجد بيجمنتد. تقريبا مش هحط حاجه تاني، انا بس هحط كحل جوه عيني عشان حاسه انه كده حلو جدا. هي اوريدي ادتني الدراماتيك لوك اللي انا عايزاه من غير حتى ما احط اسود، انا بس استخدمت الترانزيشن شيد، ف حلو قوي. هستخدم الكحل ده من ريميل لندن، هو اوريدي حتى اتمسح حرفيا من كتر ما انا استخدمته، وده مش الغطا بتاعه عشان الغطا بتاعه معرفش راح فين، بس ما علينا. انتوا عارفين ان انا بعشق الكحل. احلى حاجه في الكحل ده ان هو بجد ثابت جدا، ده اكتر كحل ثابت انا استخدمته، وبرده هتلاقوه على نود. وهحط حرفيا وينج هنا وينج هنا وشكرا. جماعة اللوك حرفيا خطير. اخر خطوة بقى وهي الماسكارا. هستخدم الماسكارا دي من سيبال اسمها ليفل اب. جماعة لما جربتها بجد خطيرة، دي اول مرة هخرج بيها. بس الاول عايزة اكيرل رموشي، وانا بقى بكيرل رموشي عايزة اقول لكم او احكي لكم انا كنت ليه مختفية الكام اسبوع اللي فاتوا. الفترة اللي فاتت وستيل انا تعبانة قوي 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 بسبب ظهري وكتفي. اعتقد انتوا حفظتوا الاسطوانة اللي انا بقولها كل شوية دي، بس الفترة اللي فاتت كنت فعلا تعبانة قوي، واللي هو مش عارفة اقعد، مش عارفة اعمل حاجة. من كام يوم كنت نايمة على السرير وفجأة ما كنتش عارفة حتى اقوم، وكنت قاعدة لوحدي، وكنت حرفيا خايفة قوي عشان انا مش عارفة اتحرك. فجأة مش عارفة اقوم من على السرير، وموضوع الواحد عندها 22 سنة فهو حاجة صعبة قوي. هو عامة حاجة صعبة قوي، صعبة قوي على اي حد. فالفترة اللي فاتت كنت فعلا تعبانة، بلس ان انا كنت بمر بشوية مشاكل كده وفرنشيب بريك اب وحاجات كانت سخيفة شويتين 3 4. بس على قد ما الموضوع بيبقى فعلا صعب، على قد ما انا بحس ان دايما لما بيحصل حاجات صعبة قوي في حياتي ان بعدها بيحصل حاجات احلى بكتير، وبتخليني اكتشف حاجات كتير عن نفسي، بتخليني مبسوطة اكتر، بتخليني ارجع لشهد اللي فعلا بتكون قوية وعارفة نفسها وعارفة قيمة نفسها. فانا بحس انه اي مشكلة او بريك اب او ايا كان خليني بعدين اقوى بكتير قوي من الاول، وبتفتح لي حاجات كتير قوي من الاول. بحس ان هي علامة لنهاية ايرا معينة وبداية ايرا جديدة احلى واحسن بكتير. خليكوا عارفين ان بجد ربنا مش بيشيل اي حد من حياتكم الا لسبب. واصلا فكرة ان انتوا تعرفوا شخص معين على حقيقته او تنصدموا في شخص معين او ايا كان، ده احسن بكتير قوي من ان انتوا تفضلوا مع الشخص ده وانتوا مغفلين او مكملين وخلاص من غير ما تعرفوا حقيقة البني ادم اللي انتوا بتتعاملوا معاه. I said what I said. ممكن الشخص ده بعدين يكمل في اذيتكوا او يأذيكوا حتى بشكل اكبر بكتير من الاول، لمجرد انتوا مش واخدين بالكوا او مش مستوعبين اللي بيحصل، او ما حصلتش حاجة تبين لكم الشخص ده. بس طبيعي في الاول ان احنا نزعل ونتضايق ونمر بالفترة الحزينة بتاعت الاول دي، عشان ده منطقي. يعني دي ناس كانت في حياتنا وعملنا معاها ميموريز كتير وقضينا معاها وقت طويل قوي، بالذات لما انتوا تبقوا عملتوا كل حاجة فعلا للآخر، فبيبقى خلاص يعني مفيش حاجة تانية تتعمل. بس برضو اكتبولي في الكومنتس لو عايزين اتكلم واحكي معاكم في المواضيع دي اكتر. هسرح حواجبي وهثبتها بواكس. انا بحب اسرحها لجنب ولتحت، بس مش لتحت كده، قصدي لتحت كده، ده شكلهم. وبعدين هعمل الليب كومبو بتاعي. هستخدم
ليب لاينر بني، بعدين هدمج الليب لاينر ده بايدي على جوه، وهحط الليبستيك بتاعي. هنعمل نفسنا متجاهلين عربية النقل اللي تحت. وبس كده، هو ده الفاينل لوك. انا بجد الميك اب ده بموت فيه، بحطه تقريبا كل يوم. دلوقتي عايزة احط اكسسوارز. هحط السلسلة دي، كمان هحط السلسلة دي بتاعت عين حورس، وهحط كمان الخواتم دي، ده مفتاح الحياة عامة. دي الشنطة اللي انا هاخدها معايا النهاردة، حطيت فيها الايباد وسكتش بوك والوان عشان احضر التوال وعشان ارسم الديزاين وارسم الاوتلاين ان شاء الله. اخدت الايباد عشان اديت الفيديو اللي احنا عملناه النهارده ده، عشان يا رب الحق انزله النهارده. كده يكون روتيني قبل الجامعه خلص. ولو عايزين تشوفوا هعمل ايه في باقي اليوم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديو الجاي هيكون فلوج لليوم ده. ولو وصلتوا لحد هنا تحطوا ايموجي ايه، حطوا ايموجي الشمس دي بما ان احنا عملنا مورنينج روتين. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.